على السادة المسافرين رفع الشنط أعلى السقف حفاظاً على سلامتكم. من كشك المراقبة إلى السيارة فلوكس ميم جيم طه، أمر إقلاع رقم 560. مفيش فكة. النهارده هنديها لفه كده في هولندا، على الله بس ما يطلع لناش كل شويه حد من اللي بيشتغلوا شغلانات ملهاش اي 30 لازمه. ايه ده؟ الميكروباص كله تراب. انا هطلع عين ام السايسل اللي هنا على المنظر ده. هو الواد ده اسمه ايه؟ اكيد فان حاجه. قول له يا فان. يا فان يا فان ولا يا فان. بقول لك ايه، نفض نبقى نظبطها في البنزين. يلا ما يلا يا شيخو. ما هو مفيش حد يشيل الشنطه يا فهمي في الاوتيل ده. انا اشيلها لك يا عم. يلا يا شيخو عشان متاخرين. ناس مش بتاعت شغل. متشكرين يا عم فهمي. ده الدنيا بتمطر يا جماعه. ندعي ندعي ندعي. شوف لي يا شيكو منديل عندك. مفيش. خلصوا انا لسه باصص فيه. شوف اي حد في الاشاره بقى بيبيع مناديل. مش حد لا بيبيع مناديل ولا حد بيبيع سميت ولا شحاتين ولا الناس دي ما بتشتغلش ليه؟ عايزه ايه دي؟ ما الاشاره خضراء يا ابني امشي. يا عم مفيش عسكري شاور لنا ولا حاجه، افرض معلقه. عايزه ايه؟ مفيش عسكري ماشيني. بس اللي حوالينا اتحركوا يا جماعه. مالناش دعوه بحد. مفيش يا ست عسكري عمل كده، هنمشي ازاي؟ على فكره الاشاره ما تصدقنيش، لما حد يجي يمشيني هبقى امشي. مش معلقه، بقت حمرا هي عادي. ولا هشام، خد لي دي معاك عشان الزباله بتاعتي اتملت. لا انا عايز رز الضحى، شوفه عندك.
بتعمل ايه؟ لا انا هجيب شويه ريش كده بس. استني الراجل. ولا هشام، ها ايه ده؟ ده تقريبا منبار. منبار خنزير؟ كبير قوي منبار الخنزير. هو مفيش حد هنا نسأله ولا ايه؟ باشا! يا باشا! جبت الريش؟ لا لسه مستني الراجل، زمانه جاي زمانه جاي. هشام، عامل ايه؟ كويس. جبت حاجات كتير. بقول لك ايه، خدني دي معاك. لا لا، حاسب حاسب. خافش يا عم. احدف يابا. العب العب. اوبا. طب استنى بقى. في نفس الوقت، ها؟ في نفس الوقت. يلا. 1 2 3. جبت الريش؟ لا مستني الراجل، زمانه جاي. دورت هنا كويس؟ مش لاقي الكوبون. هو الكوبون ده اشتغل ولا ايه؟ هو الكوبون ده بيعمل ايه؟ بيديك واحد ببلاش. يعني انت مفتحني 20 كيس عشان اخد كيس ببلاش؟ اه صحيح. فهمي احنا اتفقنا عليه قبل ما نخش. بلاش فضايح. اعمل اللي انت عايزه في المكان وكل اللي انت عايزه، المهم واحنا خارجين ما نزمرش. ماشي. جبت الريش؟ مستني الراجل يا فهمي، زمانه جاي يا فهمي. ايه العصير الغريب ده؟ في عصير شكله جامد هنا. احنا لازم نمشي. ها؟ انا ما جبتش ريش يا هشام، انا واقف بقالي ساعه، الراجل بتاع الريش بتاع اللحمه ما جاش عشان اعمل ايه؟ ووقفت ساعه في قسم الخضار، انا مش عارف، مفيش اي حد شغال في المكان ده، مش ممكن يعني هجيب انا حاجات بنفسي، انا مش مصدق، مش ممكن. انا مش لاقي حد يقطع لي الاناناس. انا عايز حد يقطع لي الاناناس. خلي ماما تقطعه لك يا حبيبي. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب حاجه ساقعه. انت سخان يا فهمي، دي خمره. خمرة ايه يا عم اللي بتتباع في السوبر ماركت؟ ما تتباع واحنا في هايبر. قوم معايا شايف. يا عم، قوم. يا اخوانا يا جماعه عايز ريش، بقالي ساعه واقف قدام التلاجة عايز ريش، مش ممكن يعني مفيش اي حد يجيب لي ريش. افرض انا عايزها متقطعه بشكل تاني يا اخي، ده انا واقف ساعه عند قسم الخضار محدش عبرني يا فهمي. شيكو. مش كاشير يا طيب؟ مش كاشير. ده وقت جرد يعني. باشا احنا خدنا الحاجات دي ودول كمان معاهم، وانا خدت ازازه ميه شربتها جوه، بحسبها معايا. وده صاحبنا عادي، ده احنا كنا داخلين بيه. مش حضرتك كاشير؟ نو. انت مش كاشير؟ سيلف باينج ماشين. سيلف باي يعني مش فاهم، يعني احنا هندفع لنفسنا؟ مش كفايه ان مفيش حد ساعدنا جوه؟ لا سيبك من حتى لو دفعنا لنفسنا، احنا اللي هنحط الحاجه في الاكياس لنفسنا. ولو حطينا الحاجات لنفسنا في الاكياس احنا اللي هنشيلها لغايه العربيه؟ الناس دي عايزه ايه؟ انا مش فاهم. انا عايز المحل ده كله فاتح بيت مين؟ مش فاهم. طيب العون ابوها شغلانه، امشي.
كارك لها بقى. اجمد. زق بقى انت كمان. ما تنزل تزق يا عم انت معانا. انا مش سايق حمار انت. زمر لهم يا عم. يا عم بتاع البنزين. باشا انا بقول لكم يا جماعه العربيه دي رضعه زباله، بتاخد 80 بس، هتحطوا 92 هتقطع، لازم تستنضفوا. يمكن بيتغدوا ولا ايه؟ باشا يا عم ما يمكن بيصلوا يا فهمي. بخش في مصر احط 2 لتر 9 بيخدموا عليا. انت قاعد هنا ونايم؟ هلو ايه؟ زمايلك اللي في البنزينه بره سابوك ومشيوا. Ik begrijp je niet. Wat zeg je allemaal? All your colleagues left. You are here alone. يا انت تعال انا مش فاهم منك حاجه تعال. Wat is het probleem, man? ده بروبلم ان احنا بقالنا ساعه بنزمر عايزين نحط بنزين. Wat? Benzine daar. بنزين بنزين Benzine. Wat? اهدى يا طب شباب. حط بنزين. اهدى يا شباب. Stupid. ستوبد دي شتيمه ها؟ Look. اتقل هيحط بنزين مكان الراجل. Kijk je. ايوه Handschoenen. طيب حط يا عم النظيف. Look. Isman. اتفضل يا سيدي. هو بيعمل النمره دي عشان عايز فلوس. Hier. امسك يا اسطى حسام طيب. معاك. خي خير. امسك املى يا عم. ثواني. Geen geld, man. ثواني. النوع ده لازم يتكسر. Please clean the window. clean the window. Another stupid. Hier. ايه ده بنفسي؟ انت مش عارف احنا مين يا عم انت ولا ايه ها؟ مش عارف احنا مين؟ Yourself. انت مش عارف احنا مين ولا ايه؟ يلا امشي يلا. اوعى يا عم اوعى طب خلاص. Crazy. لا يلا يلا. يا دنيا زحمة رحمة وتاهوا الحبايب رحمة ولا عادش رحمة مولد والصحب انا فين؟ يا نهار اسود. مفيش نتورك. انا اتزفت. يابا الحاج. يابا الحاج. يابا الحاج. احنا فين هنا؟ ايش؟ فين احنا هنا؟ اها مفيش نتورك ولا عارف ارجع لاصحابي. خليني انا شايفني. طب اخد نفسي واشرح لك. خليني انا شايفني. انا كنت مع اصحابي وتهت. اها لقيت نفسي في وسط البتاع المزرعه الغريبه دي. ألف هلا ليك يا باشا، تحب ألفهولك؟ Hallo. Give me one sandwich. Und Sausage mit Mustard, mit Senf, Ketchup, Ketchup. Beef, ها؟ beides. Schwein. خنزير. Schweinefleisch.
لا خنزير ايه؟ لا لا خلاص اديني رغيف حاف اكله كده. ماشي شكرا. 20 سنت. لما اكل يا عم. انت اسمك ايه؟ سيباستيان. سباستيان؟ عشرة الاسامي يا سباستيان. انت منين؟ من برلين. برلين. تمام. وفي برلين عندكم بيسموه سجق ولا صدق زي عندنا؟ الو. منورنا. انت راجل برنس والله العظيم. ما فكرتش تعمل خالص تترات مسلسلات في رمضان السنه دي؟ عملت انا قبل كده مزيكا الافلام. كام نفر شغال تحت ايدك؟ واحد بس اللي بيساعدني. واحد بس في الارض دي كلها؟ واقف انت هنا على طول بقى في المكان ده؟ ساعات بيقف في مكان تاني اسمه في خيط اشتعس. ما فيش حد سرق منك لحن قبل كده؟ زي انا وطني وطني يا وطنطن واتباهى بحبك وبطنطن. لسه ما جبتش الواد اللي يشيل اسمك ويزرع ويقلع معاك؟ عالزراعية أنا رحت أقابل حبيبي، عالزراعية أنا شفت بخت ونصيبي، عالزراعية أنا رحت أقابل حبيبي. السجق ده بلدي ولا صلاح وعبد الفتاح؟ بتشم كله ولا بنزين؟ لا 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 ما باخدش حاجه فيهم. امال بتتكيف ازاي؟ المزيكا هي المخدرات بتاعتي. متجوز كام واحده؟ واحده بس. لا احنا عندنا فلاحين في مصر اشد من كده بكتير. كل بياعين السجق عندكم كل واحد ليه منطقته، لو حد دخل على منطقته يتخانق معاه؟ كله متنظم هنا وكل واحد عنده مكان وما بيخشش على مكان التاني. مالكش منافسين هنا في الميدان؟ واحد بتاع ربابه مثلا او واحد بتاع بيانولا؟ بس ملاحظ انك باشا قوي، فين الجلابيه والكلسون والجو الاصيل؟ وانت ليه مش لابس جلابيه انت كمان؟ اتخانقت مع واحد من زمايلك قبل كده وكسرت الصندوق على دماغ امه؟ مفيش كلمه بتجيب معاك قوي وانت بتلم فلوس؟ يعني مثلا كل سنه وانت طيب، او ربنا يخليها لك، او ما فطرتش حاجه من الصبح. يا باشا كل سنه وانت طيب. سنة طيب يا باشا. كل سنة وأنت طيب يا باشا. باشا ولا أنت باشا ولا حاجة. كلمه فلاح عندكم برضو يعني بيها؟ بتحرق كام رغيف في الاصطباح؟ ليه ما فكرتش تقطع ايدك او تلزق عينك او حتى تقعد على كرسي متحرك؟ مبسوط ان انا بعمل كده. بيجيلي انرجي حلوه لما بلعب مزيكا في الشارع. ناس بتضحك وناس بتتبسط وبيسقفوا لي. البقره بتاعتك اهم ولا مراتك؟ هما الاثنين نفس الاهميه. الاثنين نفس الاهميه؟ تعمل كام فلوس في اليوم تقريبا؟ عايز تعرف كتير انت ها؟ وانت بتاكل عيش عايز تعرف كتير وانت ما خدتش سجق اصلا. مش هقر عليك بس قول. تقريبا ببيع 300 سجقايه في اليوم. هو برضه بيتخبس ومش عايز. لا بيعمل كام فلوس في اليوم يعني؟ لو ناس كتير لو الشمس طالعه والجو حلو 100 يورو. 100 يورو في اليوم؟ ده انت اغنى من وزير التموين عندنا. طب ليه ما فكرتش تقول ان انت شاب من الاقاليم ومحفظتك ضاعت وعايز تروح؟ بس شاب ايه؟ حج من الاقاليم. حد سمم لك البهايم قبل كده؟ دلوقتي انت لما بتحب تهرش مثلا في سرتك ولا حاجه، هل بتنزله وتهرش ولا بتعمل كده مثلا وتهرش كده؟ افهم من كده ان انت عاشق السكس؟ طبعا بحب السكس. ولا انت فهمتني غلط؟ شنبك ده محسسني انك متاثر بالقرموطي. متابع احمد ادم في سر الارض؟ دي حاجه جميله. مقسمينها ازاي هنا بقى؟ بتدفع ارضيه على المكان ده؟ طبعا. واضح ان هو نظام دولي متعارف عليه. عليك قرض البنك التنميه والائتمان الزراعي؟ هخلص اقساطي قريب بس هاخد القرض اللي بعديه. طيب انت عارف ان شغلانتك دي يا سباستيان بيعملها 4 عندنا في مصر؟ يعني واحد بيقعد على الشوايه، واحد بيقطع العيش، واحد بيحط السجق جوه العيش، واحد بيقدم للزباين، وواحد بيحاسب. طب بتحب فيلم المتسول؟ او تعرف الكتعه؟ طب الارض دي لو دخلت كردون مباني هتبورها وتبني؟ طب انت لما بتشوف مثلا البرنس وابو طارق والرفاعي والناس دي، بتحس ان قدامك كتير لسه؟ مش شايف ان انت موهبتك دي تخليك تمسك الاوبرا او حتى تبقى وزير ثقافه؟ بتحرق قش الرز فين؟ مفيش حاجه بتتحرق هنا. انت خريج ايه؟ مهندس صوت. مين اللي قال الدنيا دي وسيه؟ علي قالها جوه. صح. سباستيان، هل البلديه لما بتعدي وانت واقف غلط بتشيل منك الصندوق ولا بتشيلك بالصندوق؟ فين خيال المآتة يا معلم؟ ولا انت بتقوم بالدور ده برضه؟ ما تسمعنا حاجه صعبانيات كده بما اننا في الغربه. ايوه صدق صدق لا.
easy. Calm down. Excuse me. What will you again? We were surprised that you are working alone in the gas station. In Egypt, in the gas station, maybe 40 or 50 workers are working. Someone put the gas, someone cleans the window. Can we try this here and see how people will react to this? ما كنتش عايز تاخدهم. خدهم بقى يا عم وخلاص. Come. يلا يا رجاله. It's okay. Yeah, we'll do everything. يلا. It's okay. Don't worry. بصوت طيب ماما. أبلة سنتر. فعلا. هابي نيو يير. Yeah, yo. هابي نيو يير. Yeah. هابي نيو يير. Ik wens die tankkoop is. It's normal to smoke in the gas station. It's normal. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. كلها 5092 5092. No. This is new system. Everything for you here. I have to pay. No, you pay to us. I have to pay for you. Yeah. يلا. Happy New Year بقى. Yeah. Happy New Year. صلى على النبي. التابلو من فوق. How much do I have to pay you for this? 75 كل euros. جزء. 75 euros for the gas and Yes. 75 euros for the service. Sorry, 75. For the gas, Yeah. 75 euros for the service. 75 euros for the service. لو مفيش Well, حل. I don't think so. We are not the owners, you know. So it's 75 euros. كل ذوق يعني. احنا على باب الله يعني on God's door. This is the gas. ماشي نهارك زي الفل. And for us. Okay. هات أي حاجة وخلاص. Okay. Sorry, I don't understand it anymore. مشيها بقى مشيها. اوكي. نهارك زي الفل. يلا مع السلامة. كل سنة وأنت طيب يا عسل. We will help you. No, it's okay. No, thank you. He will help you. هاتوا بقى. No. He's going to help you. It's a new service here in the gas station. I can It's a new it's a new service. السنتر من جوه ولا؟ The central lock. Open the tent. كل سنة وأنت طيب يا مدام. عسل والله يا مدام. Happy New Year. في مجموعة فواحات for the smell. Fresher. Oh, Air it's freshener. okay. It smells good. It's nice. We have an offer. Oh, You buy 9, you get 1 free. It's a very nice offer. yes, but it's okay. It's fine. Okay. Excuse me? Get out. We will get Yes, the tableau بس. تطويقة سريعة بس كده. حاجة حلوة من هنا كده فعلا. 76 euros for the fuel and 50 euros for service. How much? 50 euros for service. 50 euros for service. Yeah, just 50 Look euros. at your car now. It's very nice. Yes. But I'm very not nice paying now. you 50 euros for a service. Yes, I said I can do myself. You didn't refuse? Can you do this yourself? Can you do this yourself? Can you do this yourself? But is it Hey, new that's here? Is it new for this? No, is this a new system coming from Egypt? It will start starting from tomorrow. No one get down from his car. But from Egypt you say 50 and then I say 10. You came to Egypt before? شكلها كده. Yeah, okay, 10, okay. Yeah? بتفاصل. Oh, that was too easy. So it's 50, then I say. Okay. No, 10 for us. ما 10 for us and pay for the gas station. You forgot your wallet? لا. والله نسيت محفظتي. Okay. المفتاح اهو. المفتاح اهو. نسيت المحفظة يا شيكو. على الحرام من ديني ما هتمشي. We'll serve you. صوت واشي. This is a new system here in the station. Okay. But a very little cost. Very little cost. No, don't worry. Excuse me, do you have a lighter? Lighter? Yeah? No lighter. No lighter? I don't have no lighter. صوت طيب يا ابو. Happy New Year. Happy New Year. صوت طيب ماشي. It's a candid camera. Second camera. Really? Yeah, we're joking with you.
كيوي ليمون فورتيكيلا Is goed. Thank you. نو ماني 10 يورو كيوي فيري نايس كيوي 10 يورو No. اخر شويه والله 5 يورو طب. احنا شغالين هنا كل يوم ها. لو عايز كيوي بقى ونعناع وانت مروح اي يوم. صباح الفل يا مدام. ليمون فريش ليمون فورتيكيلا. طب خدي بقى اي حاجه وربنا ما فطرت من الصبح. اي حاجه 1 يورو. كل سنه وانت طيب يا باشا. ليمون فورتيكيلا. هات سيجاره. هات سيجاره. قدام يا باشا. ليمون استفتحنا بالنبي يا باشا عشان الحلوين بس. يا رب تتجوزها ربنا يخليها لك يا رب. شاي بالنعناع فيري نايس. والله ما فطرت. فيري نايس. والنبي يا سماره لا تستفتحين يا سماره والنبي. 1 يورو. فريش ليمون. اكسكيوز مي. فريش ليمون فورتيكيلا. We are working here from today. We paid for this. فريش ليمون فورتيكيلا. استفتحيني والنبي. ايه العسليات دي؟ ليمون يا عسل. ليمون. فريش كيوي. فريش ليمون فورتيكيلا. ما فطرتش وربنا. ربنا ما فطرت. ما فطرتش وربنا. لا من غير قله ادب لو سمحت. يلا خلاص سيبها يا فندم. مالناش عيش في البلد دي يا فندم. النهارده قررنا نزور واحد مصري عنده مطعم مهم جدا وشهير جدا في بلاد الفرنجة، الأستاذ ممدوح الصعيدي، وعنده مطعم اسمه دي برونو كوسينا إيطاليانا. الحقيقة أنا مش فاهم أي حاجة. أستاذ ممدوح الصعيدي. اهلا بيك. أهلا بيك. اهلا بيك. أستاذ ممدوح الصعيدي يمتلك واحد من أحلى المطاعم في شارع جميل جدا في حتة راقية جدا في أمستردام. شكرا يا صح؟ يا صحيح. واول ما جيت حضرتك من 25 سنه ابتديت ازاي؟ اخويا شغلني في شاورما لان ليا اخ هنا كان قبليه ب3 سنين يعني كده، فجيت ونزلت عليه وبعد كده اشتغلت في شاورما مع مصريين لمده تقريبا 3 شهور يعني لان ما عجبنيش الحال ولقيت في حاجات كتير يعني ما فيش الطموح اللي انا عايزه يعني. اوكي. فغيرت على طول ونزلت امستردام يعني لان كانت الشاورما دي بره امستردام، وفي نفس الوقت كان عندي خوف من اللغه لان اللغه كانت بالنسبه لي غريبه جدا يعني. لما نزلت امستردام فاشتغلت مع ناس ايطاليين، فالايطاليين يعني الحمد لله ما بيتكلموش اي لغه غير ايطالي يعني. هو المطعم ايطالي هو مطعم ايطالي. بس ده طبعا من زمان اول لما اشتغلت مع ناس ايطاليين فالشغل اللغه عندهم الايطالي بس يعني، فبقى عندي دربكه ما بين ايطالي وهولندي. والصعيدي بقى. والصعيدي طبعا القديم بس ومشي بقى معايا الحياه. فضلت اشتغلت يعني فتره كده صغيره مع الايطاليين وبعد كده رحت مطعم تاني بعد كده يعني. من ساعه ما جينا امستردام واحنا مش شايفين شغلانات كتير من اللي بنشوفها في مصر يعني. في شغلانات في مصر زي مثلا السايس وزي بتاع البنزينه مش موجودين هنا. فحضرتك اول ما جيت في الاول خالص ما فكرتش تشتغل حاجه من اللي بنشوفها في مصر كتير دي هنا؟ الحساب يا باشا قبل ما تمشي يا باشا، الحساب قبل ما تمشي اخلص، الحساب قبل ما تمشي. لا ما جاش في بالي. انا جيت عشان كمان جزء عايز فيه تطوير، واللي كان مثلا واحد بيمسح عربيه في مصر وواحد بيشيل شنطه والحاجات دي كانت بالنسبه لي برضو يعني حاجه غريبه يعني مش شغلانه. وبعدين جيت عشان اطور نفسي كمان. بس نوع من انواع البطاله يعني. اكيد شغل طبعا. طب انت شايف السبب فيها ان الناس مش متعلمه حاجه فيها حرفه او حاجه فيها موهبه او فيها تعليم انه يطلع مدرس، يطلع مدرب، يطلع اي حاجه ولا الدوله هي اللي مش موفره له الشغلانه كويسه؟ هي وجهه نظري حاجتين يعني بالنسبه لي. اول حاجه هي الاداره، فالاداره هي بتنمي الدوله طبعا. لما تلاقي واحد تعبان لازم تنميه لانه في الاول والاخر هو الثروه بتاع الدوله. يعني الشخص هو الثروه بتاع الدوله، واخد بالك؟ فالدوله هي المسؤوله عنه الاول. ولو ما نميتوش يعني تبقى كارثه. هتشوف الحاجات دي يعني. هتشوف الحاجات دي. انتوا عندكم هنا في المطعم جوه في الحمام في حد بيقف جنب المبوله يدي اللي بيخلص مناديل؟ كل سنه وانت طيب يا باشا. كل سنه وانت طيب يا باشا. لا مفيش طبعا ولا في حاجه. لا في حاجه تانية. وشغالين ازاي؟ في حاجه تانية. ده كويس والله حلو. ده في مثلا في بعض محلات، بس محلات يعني اللي هي بتبقى زي الديسكوتيك وزي الحاجات ديت
بيبقى في واحد مخصوص هو بيجي عشان ينظف الحمام وبيقعد، دي موجوده، بيقعد بالليل بس بيجيب البرودكت بتاعه. أيوة. بينظف الحمامات، بينظف الحمامات فعلا. وبياخد ممكن كل واحد يديله، ما بيطلبش يعني، كل واحد 20 سنت 50 كده يعني، 1 ايرو، حاجات زي كده يعني. طيب احنا شايفين المطعم ما شاء الله يعني كبير يعني، وفي حته حلوه جدا ما شاء الله يعني. انت عندك كام واحد شغالين في المطعم هنا؟ عندي طبعا مش الايام كلها مع بعض، بس بقى عندي حوالي 7 بيرسون و 6 بيرسون بيشتغلوا معايا. الشيفت كله بالمطبخ بكله؟ في نسبه بطاله جامده هنا ولا في هولندا؟ هو طبعا في الفتره اللي فاتت كان في نسبه طلاب بس مش كتير يعني، قليله يعني، مش اللي هي يعني ممكن يعني تزيد. حتى لما بيحصل حاجه زي كده هم يعني الاداره بتعالجها على طول يعني. طب ليه المصريين لما بيسافروا بره في اوروبا هنا، يعني احنا رحنا روما مثلا، اغلب مطاعم الاكل هناك شغالين فيها مصريين وناجحين جدا واشهر المطاعم اصلا، ليه لما بيطلعوا بره مصر بينجحوا قوي وفي مصر ما بيحققوش ده يعني؟ ممكن البازس او الارضيه اللي موجوده هي بتساعدهم كمان يعني. والتعليم، بيروحوا يتعلم بلد يعني صغيره لكن عليها شغال، تحس ان الدوله ليها جسد وليها عقل. هم كام بني ادم اصلا؟ 16 مليون تقريبا. انا من ساعه ما جيت وهم كانوا 15 16، دلوقتي معايا 25 سنه. 25 سنه. هو امستردام لسه زي ما هي 850,000 750,000 لسه زي ما هي، لسه زي ما هي. احنا تقريبا زدنا مليون من اول السفريه. اوكي. انت ما عندكش حد برضه بيقدم كده اوفر قوي لو انت اللي بتقدم بايدك؟ لا في ناس برضه بتقدم بس انا بشتغل برضه. بتشتغل بايدك لغايه دلوقتي؟ نورمال، بنظف الازاز وكله، بعمل كل حاجه. مش جايب الشركه اللي بتنظف الازاز؟ لا انا بنظف. لا هو الازاز دي عشان فوق، واخد بالك، اللي هو الادوار العاليه، انت فاهم؟ الادوار العاليه تيجي الشركه عشان بيجي معاها سلم وكده. انا دلوقتي معايا كولا 7 اب، فانتا ايس تي. الاصفر ده ايه؟ ده فانتا. ماشي. اوكي، اللي هو اورانج مثلا ولا حاجه. اتفضل. شكرا. اوكي. وانت؟ اي حاجه. لا انا شبه ايس تي. ماشي. بتحب تشغل مصريين اكتر ولا اجانب؟ ده سؤال جميل قوي بصراحه. لو في لا انا بتمنى اجيب مصري يشتغل، لان بشغل الايطاليين متعبين جدا يعني، لكن المصري مش في المستوى اللي هو ممكن هنا. ليه بقى؟ يعني مش مهتم بثقافه، مش مهتم بنفسه، مش مهتم بالتطور، مش قادر مش شايف غير نفسه. اوكي. مش شايف غيره. انت منين اصلا من مصر؟ انا اصلا من الجيزه. طب لا والله انت معانا. من الجيزه. من الجيزه، من اول عمرانيه الشرقيه. لا والله. والله. ده قريب. انت منين؟ انا من الدقي. اهلا وسهلا. طب معوج ليه على الاكل المصري يا عم؟ لا مش معوج، بس لما تلاقي حاجه حلوه ما تقدرش يعني، ما تقدرش تقول لا يعني. ما تقدرش بس يعني احلى بصراحه. نعم، اكلنا احلى. ممكن دي يعني يبقى انت شايف كده يعني خلاص. انت شايف كده. لا بس في اكلات يعني، مثلا انا بعمل ال بيقولوا عليها العجائن، الباستا يعني لا في اكل جميل قوي، في اكل جميل جدا. طب وليه اشمعنى البطاطس هنا مميزه؟ ليه موضوع البطاطس ده داخله عندهم دلوقتي في التراديشنال يعني، هي وحاجه اسمها هارينج، اكل سمكه. الرنجه بس نوع تاني. لا مش الرنجه يعني، هي اكله مملحه، ويعني سمكه مملحه بس مش تقعد يعني. مش رنجه بطريقتنا. هم بيصدروا رنجه كمان لمصر. بيصدروا. عمر حصل لك موقف غريب او حاجه في حد كان عندك مثلا وتسمم حاجه حصلت؟ لا مستحيل. مستحيل؟ لا مستحيل. ايه اللي بنسمعه ده؟ تسمعوا؟ لا عندنا. لا عندنا مستحيل. لا اصل كمان حد اتخانق هنا وكسر لك المحل، حاجه حصلت؟ اكيد في 25 سنه حصل حاجه غريبه عندك. طب لما بيحصل حاجه في مصر، طيب بتاثر عليك هنا؟ حادثه حصلت في مصر، ممكن الناس تقاطع المحل مثلا عشان صاحبه مصري او حاجه؟ بص، اللي يعرفوني، في ناس تعرفني طبعا كتير هنا في الحي، ويعرفوا اللي عايشين في الحي معظمهم يعرفوا ان انا مصري يعني. بس في نفس الوقت في ناس تانية تعرف ان انا مش مصري. طب وعندك اي نيه ترجع مصر تاني وتشتغل في مصر ولا؟ والله اوكي، لو ظروف حد يعني ما اكرهش طبعا. ده رد. يعني كده بنزل كل سنه اوكي، بس بقالي سنتين ما نزلتش، بس احب طبعا ان انت تعمل شغل في مصر. احب طبعا. بس هو لما يكون يعني المتاح انك انت متاح ازاي بقى؟ لما يحصل ايه هتحس ان الموضوع يعني متاح؟ محتار القوانين
اول حاجه. تمام. تاني حاجه يعني المنتاليتي بقى يتغير يعني. كنت شايف ان في قوانين هنا مساعداك اصلا على شغلك في موضوع المطعم ده؟ شايف انها ممكن تبقى عندنا في مصر هتساعد الناس كتير تفتح شغل النت بالطريقه دي؟ بص، هو في دايما اللي هو البيروقراطيه ملزوم يعني مثلا عشان نفتح مطعم لازم اقدم اوراق هنا، يعني لازم جايب راس مالك جايبه منين؟ اوكي، عشان طبعا الضرايب والحاجات كده. اوكي، لازم تقدم مستند رسمي بيه يعني. اوكي، و يعني دي اهم حاجه طبعا، الاشياء المهمه لازم تاخد طبعا تصريح. اوكي، لكن ما فيش حد مثلا يعدي عليك يعني ويقول لك يسيب لك حاجه دي بايظه فتدفع لي فلوس واسيبها لك يعني كده بايظه، مش مشكله. لا 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 فوت 20 جنيه. لا يا راجل. لو رجعت 25 سنه تيجي هنا تاني ولا تفضل قاعد في مصر؟ اكيد هو يعني كان عندي طموح، عايز اجي عايز اشوف اوروبا ماشيه ازاي، اشتغل ازاي، تعمل ازاي. العلم مبسوط باللي انت عملته ده اللي اقصده؟ لحد دلوقتي اوكي. لحد دلوقتي اوكي يعني. عايز اقول ايه يعني، العلم موجود هنا في كل حاجه. بتيجي وراه لحد ما تعرفش يعني. بس ايه علاقه العلم بالمطعم؟ العلم هو ما فيش اي حاجه من غير علم. بيجي عندك مثلا احيانا تطلب احيانا في مصريين بيشتغلوا هنا في الاعمال اليدويه طبعا جايبين الخبره من مصر، فيجي برضو يعني يجيب لك شوف لي مثلا يعمل حاجه، شوف لي فتله، شوف لي مسمار، شوف لي مش عارف ايه، فجايب علمه اللي هو يعرفه خبرته يعني. ماشي، اتصل بواحد هنا صحيح غالي جدا، شركه عربيه بره وفيها كل حاجه يعني. لما جيت من 25 سنه كنت متجوز؟ لا ما كنتش متجوز. طيب جيت لعبت بديلك طبعا. لحد دلوقتي بتلعب بديلك صح؟ طبعا اكيد يعني. يعني بس يعني مش بمعدل مره. حضرتك متجوز دلوقتي؟ لا مش متجوز، انا ما اتجوزتش في حياتي على فكره. والله؟ لا والله ما اتجوز، بس طبعا يعني بتلعب بديلك بمعدل كل قد ايه يعني؟ الجواز اللي هو الجواز المدني يعني. ايه الجواز المدني؟ الجواز المدني بتروح يعني البلديه وتتسجل وتعيش مع جواز مدني يعني. اوكي. الجواز العادي اللي هو بترضي بيه ضميرك بس، بترضي ضميرك نفسي هي مش فاهمه بتقول ايه اصلا. لا بس يعني بتبقى حاجه رسمي يعني، واخد بالك؟ يعني عندك اولاد ولا ما عندكش اولاد؟ لا ما عنديش اولاد. ده نوع جديد من الجواز ده ولا مش عارف، مش فاهم. قول لنا ده ازاي عشان لا يعني بتكتب يعني صاحبتك قابلتها يعني يعني تعجبوا بعض، تعيشوا مع بعض، تسجل انت بتسجل عندها وهي بتسجلها عندك وتعيشوا مع بعض. طبعا. بتسجل عندها فين بقى هي؟ في بيتها او ايه تسجل يعني في البيت؟ في نوتها يعني ولا في ايه يعني؟ التسجيل في ايه يعني؟ مسجلها في ايه والله؟ لا فعلا في سجلات، في سوري مش سجلات يعني في سجل متصاحبين. لا يعني بيبقى العنوان بتاعك مش انت هنا كل حاجه مستسلمه يعني، او كل حاجه يعني يقولوا ايه بس اسمك مكتوب يعني، بيجي لك جوابات من البنك، كل حاجه بتجي لك عشان لو البواب شافكوا طالعين مثلا مع بعض، البواب مثلا شاف مش مشكله وكده، او الغزاله لازم تنزل يعني. يعني كل الحاجات دي كده. بس هم حلوين قوي هنا صح؟ ما بيتخانوش ازاي بقى بالبطاطس اللي بتاكلوا لهم دي؟ يعني في مصر لو الكميه دي او اقل بيفرشوا على طول. ما هو هنا في حاجات برضو حلوه ومتاحه يعني، ممكن يعني بيلعبوا رياضه كتير، بيجروا على طول في البارك. بس برضو ما احنا عندنا ساعات بيلعبوا رياضه بس ما محشي يبقى العقل بقى مسيطر عليهم برضو، كل حاجه فيه من العقل بايظ شويه. طب احنا ملاحظين حاجه هنا غريبه جدا، ان حتى الشحاتين عندهم موهبه في الشحاته يعني. هو مش بيشحت عادي، هو نايم قطه جنب كلب، بيعزف مزيكا وبيبقى لك السي دي. مفيش شحات يعني؟ مفيش اللي هم يعني بياخدوا فلوس في الشارع يعني، ما فيش حد بيعزف مزيكا حلوه فعلا. يعني بيعملوا حاجه مسليه فعلا. هو ممكن موهبته عايز يخرجها ومش وفي نفس الوقت ما شفتش انت هنا قبل كده الشحاتين بتوع الاشارات اللي هم بيجي ينام لك على الازاز ده يا رب تتجوزوا والكلام ده؟ لا. طب قول لي، مجدي عبد الغني مشهور هنا في هولندا؟ انت مش عارفه انت اصلا؟ اعرفه طبعا بس معروف طبعا، مشهور قوي. مشهور قوي صح؟ مشهور قوي تتريق لا مشهور ازاي؟ ما حدش يعرفه ازاي يا راجل؟ يا راجل حط جول في هولندا من 25 سنه يعني. الصراحه النبي يعني حط جول في هولندا يعني، مثلا عمل بنى هرم ثالث يعني، مش
هم مش فاكرينه هنا؟ لا يا عم ما حد يعرفه يعني. يعرف مين؟ اذا كانوا مش مشهورين هنا ما يعرفوه. المشهورين هنا ما يعني مش يعرفوه بس ما خلاص بقى عشان هيزعل مننا بقى عشان احنا بنحب. معلش طب اعمل له مشاهد الحقيقه. انت كل اللي اتجوزتهم كنت شقيتهم من هنا من المطعم؟ لا يا راجل لا. طب بتعلق بنات من المطعم هنا ساعات؟ لا ما دي لا. لا والله العظيم والله بيحصل بس ما لا بيحصل احنا خدنا الكلمه دي. لا ما هو بس اقول لك حاجه بيحصل اعجاب بس ما اعملش لا في وقت الشغل ده لا.